ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل وصفه تحفه جدا جدا، انا بعشقها وبحبها، وانا اللي بحب يعني انا اللي مخترعاها مع نفسي كده. ان شاء الله تعجبكم. يلا بينا نبدا بالمكونات. معايا صدر فرخه صغير، ومعايا بصلايه وسط متقطعه قطع صغيره، ومعايا كوبايه لبن كبيره، كوبايه لبن نص لتر، ومعايا كوبايه لسان عصفور صغيره، وكيس بشاميل بطعم الجبنه، ومعايا مكعب مرقه خضار ده اختياري بس بتبدا تفرق يعني جدا في الطعم. دي المكونات كلها. ان شاء الله هعمل لكم وصفه جميله جدا تحفه، لو جربتوها تنفع معانا بقى افطار غدا عشاء جوع اخر الليل. اول حاجه هنسمي بالله ونبدا. ومعايا نص معلقه سمنه بلدي، وبعد كده هنزل بلسان العصفور وافضل اقلب لسان العصفور لحد ما ياخد لون معايا ويبقى ذهبي جدا. انا عايزه لسان العصفور يبقى ذهبي، مش عايزاه يبقى ابيض خالص. هفضل اقلب فيه شويه حلوين كده اهوت. اوعدكم بقى الاكله دي هتعجبكم، اللي جربها مش هينساها ابدا وهيدمنها على طول، وهتعملوها لاولادكم اسبوعيا. بعد كده لما حمرت لسان العصفور، بصوا شايفين بقى الجمال؟ شايفين لسان العصفور لونه يعني ذهبي خالص، وده اللون اللي احنا عايزينه. تمام كده. وفي نفس الطاسه اللي انتوا شايفينها دي اللي انا عملت فيها لسان العصفور، هجيب برضو نص معلقه سمنه، وبعد كده هنزل بالبصله الصغيره اللي انا مقطعاها، بصله متوسطه كده مقطعاها قطع صغيره زي ما انتم شايفين كده، وافضل اقلب فيها البصله. يعني اقعد اقلب في البصل كده شويه لحد ما البصل ياخد معايا كده، يعني يدبل معايا كده اهوت. وبعد كده انزل بالصدر الفرخه بتاعي، وافضل اقلب في صدر الفرخه شويه حلوين كده اهوت لحد ما ايه، احس ان صدر الفرخه دوت كده ايه ابتدى يستوي معايا شويه وياخد لون، لحد ما يبقى لونه كده مبيض زي ما انتم شايفين كده اهو. وبعد تقليب 5 دقايق كده على النار، هجيب بقى كده معلقتين بشاميل، اللي هو اللي انا كنت قلت لكم عليه ده بطعم الجبنه، خطير قوي قوي، بيفرق جدا في الطعم، حلو قوي. جربوه بطريقه على ضمانتي هيعجبكم جدا، هو اساس الوصفه كمان. خدت بقى معلقتين كده ونزلت بيهم على صدر الفرخه والبصله كده اهوت، واقعد ايه اقلب فيهم شويه كده قد دقيقه كده اهوت. وبعد كده هجيب اللبن او الحليب، في ناس بتقول لبن وفي ناس بتقول حليب، ما فيش مشكله، مش هنختلف، الاتنين واحد. نزلت باللبن كده وهبتدي بقى اقلب كده اهوت. وبعد كده برضو بنفس الكوبايه حطيت كوبايه ميه، يعني كده حطيت كوبايه لبن وكوبايه ميه. وبعد كده هنزل بقى مكعب مرقه الخضار، وده يعني جميل جدا، وحبه ملح صغيرين عشان طبعا مكعب مرقه الخضار بيبقى فيه يعني نسبه ملح، حبه فلفل اسود. وابتدي بقى ايه انزل بلسان العصفور كده اهوت، وافضل اقلب لسان العصفور. وكل دقيقتين 3 كده لازم اقلب، التقليب المستمر لازم عشان لسان العصفور ما يلزقش، اهم حاجه التقليب المستمر. شايفين بقى الجمال؟ شايفين القوام؟ حاجه كده تحفه. ده كمان بقى الريحه ما اقولكمش، ريحتها خطيره. هنا ابتديت بقى ايه لسان العصفور ابتدى يتقل معايا شويه، وحسيت ان هو لسه لسان العصفور ما استواش شويه، نزلت بكوبايه ميه صغيره. واهم حاجه ايه برضو التقليب المستمر، اهم حاجه كل 3 دقايق كده نقلب عشان ما يلزقش معانا. وبعد كده كان خلاص كده تمام، لسان العصفور خلاص كده تمام استوى معايا بقى، خطير. بص بقى شايفين القوام عامل ازاي؟ ما شاء الله تحفه بجد. كده القوام اللي هو مظبوط، لسان العصفور استوى والفراخ استوت. شايفين بقى القوام بتاعها وانا بغرفها؟ ما شاء الله تحفه جدا جدا. كده بقى هنغرفها في الاطباق كده لحد هنا، بالهنا والشفا، تتاكل بالهنا والشفا كده. بس بقى ايه يعني حاجه اختياريه. حطيت حبه جبنه كده ميكس جبن على الوش، ونحطها تحت الشوايه حوالي 3 دقايق. بعد ما نحطها تحت الشوايه 3 دقايق هتطلع معانا بالشكل دوت، لون خطير جدا، طعمها حلو قوي. والجبنه هنا اختياري، يعني ممكن تاكليها بتحطي جبنه على وشها، وممكن ما تحطيش، دي عادي جدا براحتك. شوفوا بقى الجمال والحلاوة، بجد أكلة من الأكلات اللي أنا بعشقها وولادي بيعشقوها، حلوة قوي قوي. بصوا بقى خطيرة بجد، طعمها جميل جدا جدا. لو جربتوها يعني هتعجبكم جدا وهتدمنوها، وكل أسبوع هتعملوها على طول لأولادكم. وبس كده. ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك الجميل والاشتراك في القناة. باي باي.